بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في هذه العجالة أحببت أن أشير إلى عدة نقاط هي مستوحاة من كربلاء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. النقطة الأولى: لقد تجلى في كربلاء وتجلت عظمة أولياء الله سبحانه وتعالى، وتجلى ثباتهم وصبرهم والتزامهم بتعاليم دينهم، والتزامهم بقيمهم، والتزامهم بمعاني الإنسانية. ومن جانب آخر تجلى الوجه الحقيقي للظلمة الذين لم يتقيدوا بشريعة، ولم يتقيدوا بمبدأ، ولم يتقيدوا بأي معنى من المعاني الإنسانية. وهذا مما يزيد في بصيرتنا وفي وعينا تجاه الظلمة، ويزيدنا براءة ونفورا واشمئزازا من واقع الظلمة ومن مواقفهم. هذا المعنى ينبغي أن نحافظ عليه، أن نزداد براءة من الظلمة ونفورا منهم. ولا ينبغي لنا أن نتهاون أو نتسامح في هذا الأمر، لأن التسامح في هذا الأمر له نتائج، وله نتائج خطيرة، فإنه قد يؤدي بالإنسان إلى الميل إلى الظلمة ومحاولة التبرير لهم، بل ومحاولة الاعتذار عنهم، وبذلك نكون قد خسرنا رصيدا إيمانيا قويا. إيماننا يلزمنا أن نتبرأ من الظلمة ومن أوليائهم، كما أنه يلزمنا أن نوالي أولياء الله سبحانه وتعالى. فالحذر، كل الحذر من أن ننسى أو نتهاون في هذه المعاني نتيجة ظروف أو مستجدات أو متغيرات سياسية قد لا سمح الله تنسينا هذه المعاني الدينية الأصيلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن المآسي التي نمر بها والتي نعيشها
وهذه الأخطار التي أحاطت بنا هي في الحقيقة من نتائج تخلينا عن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو تمثلت فينا هذه الوظيفة بالصورة التي يطرحها الدين، ومارسنا دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتقدمنا إلى الأمام كثيرا، ولكنا في خير، ولكنا في مأمن من كثير من هذه الأخطار. ولكننا تخلينا وما قمنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا. البعض منا يبرر لنفسه تخليه عن هذه الوظيفة بأنه لا يحتمل التأثير، والبعض الآخر يبرر لنفسه في تخليه عن هذه الوظيفة بأنه لا يأمن الضرر، وإذا ما قام بهذه الوظيفة يخاف على نفسه الضرر والأذى. ولكن في اعتقادي أن كلا هذين التبريرين مردودان. أما القول بأننا لا نحتمل التأثير فهو أمر واضح البطلان. لقد كنا في يوم من الأيام أقوياء، وكان الآخرون يسعون لنا ولكسب ودنا، وكان بإمكاننا أن نحقق وأن نثبت معادلات تصب في صالحنا لو أحسننا التخطيط، ولو وحدنا الكلمة ووحدنا الموقف وعشنا روح المسؤولية، لاستطعنا أن نحقق الكثير. ومن غير المقبول أن ننظر لواقعنا الآن ونقول بأننا لا نحتمل التأثير. لقد كنا في يوم من الأيام نستطيع أن نؤثر، ونستطيع أن نحقق مصالح لشعبنا، لأبنائنا، إلا أننا قد تخلفنا. وهذا لا يعني أننا في هذا الوضع الفعلي لا نستطيع أن نغير، ولا نستطيع أن نحقق نجاحا. وإنما أريد أن أقول أن هذه المقولة التي تقول أننا لا يمكن ولا نحتمل التأثير هي مقولة خاطئة. أما التبرير الآخر بأننا لا نأمن الضرر، وأنه سوف يلحقنا ضرر إذا ما مارسنا وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا أيضا تبرير مرفوض. ما هو مقدار الضرر الذي سوف يلحقنا؟ سجن، تعذيب. ها هم أخوتنا وأعزاؤنا يعذبون في السجن. الضرر الذي يمكن أن يلحق بنا في قبال المخططات والأضرار الخطيرة التي وتريد هذه السلطة أن تلحقها بنا، إذا ما لاحظنا حجم الأخطار والأضرار التي تحدق بنا، والتي يراد أن
تنزل بنا تلك الأخطار، أقول حجم الضرر في قبال تلك الأخطار لا بأس بتحمله. ضرر السجن السنة أو السنتين، أو ضرر التعذيب من أجل الحفاظ على المصالح الدينية، ومن أجل الحفاظ على مصالح الناس، ومن أجل الحفاظ على الهوية، ومن أجل الحفاظ على الوجود، ومن أجل الحفاظ على المصالح الكبرى. أعتقد أنه التعلل أو الاعتذار بلحوق الضرر وما شابه ذلك ليس تعليل، ليس تبرير، وليس اعتذار في محله. والنقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها هي أن لنا أخوة في السجون، لنا أخوة يعذبون، لنا أخوة مظلومون، لنا أخوة لا جرم لهم إلا أنهم نطقوا بالحق وطالبوا بحقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة، لا ذنب لهم إلا هذا. وكل ما يعانون، كل ما يلحق بهم من أذى وضرر لأنهم قالوا ونطقوا بكلمة الحق. أضعف الإيمان وأقل ما ينبغي أن نقدمه لهؤلاء الأعزة أن نعيش معهم الحالة التضامنية، والحذر من أن تسمح لنا الخلافات والقناعات المختلفة بأن نقف موقفا سلبيا من هؤلاء الأعزة، لأن ما لحق بهم يمكن أن يلحق بنا، ويمكن في يوم من الأيام نكون لقمة سائغة لهؤلاء الظلمة. وعندها نتمنى أن يقف الآخرون الموقف الإيجابي، وأن يتضامن الآخرون معنا، ولا نرضى لأحد كائنا من كان أن يقف منا المواقف السلبية. الجميع منا مطالب بأن يقف الموقف المسؤول، الموقف التضامني، وأن يضغط على هذه السلطة وبكل الوسائل المشروعة، وأن نعيش هم هذه القضية، لأننا بموقفنا هذا إنما ندافع عن أنفسنا، وإنما نتضامن مع أنفسنا، وندافع عن أجيالنا وعن أبنائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.